السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالي سؤال إنه أيا الأفضل، يعني إنه البنت تتزوج مثلا من شخص عربي ولا من شخص أجنبي. خلينا نتكلم بصراحة. طبعا لو قارنا مثلا بين إنه تطبيقات الزواج، خلينا نقول تطبيقات الزواج لأنه فيها أعداد كبيرة من الناس، تمام. الأجنبية والعربية كتطبيق مودة مثلا، خلينا ناخد تطبيق مودة اللي فيه عدد كبير، ولكن تطبيق سيء احنا كنا تكلمنا عليه قبل كده. طيب، بغض النظر عن التطبيق أو اسمه، لو أخذنا تطبيق عربي للزواج وتطبيق أجنبي وجينا نقارن في ما بينهم البين، أولا التطبيق الأجنبي، أحد الأخوات يعني دخلت أحد التطبيقات، حطت رقمها الخاص فيها، أوكي، لأنه التطبيق هو بفلوس وغالي جدا، يعني إمكانياتها المادية أو راتبها الشهري لو دفعته كله للتطبيق مش حيكفيها. فأنتوا عارفين وضع اليمن كيف يعني، والرواتب اللي في اليمن كيف، يعني يشغلك من صبح ليلة يديلك 50 ولا 60 ألف، يعني كم هي 50 دولار. فتطبيق كان بمبالغ مهولة، يعني أقل مبلغ فيه تدفع 50 دولار لمدة يعني أسبوع. أكثر من كذا 290 دولار، 190 دولار، فمبالغ كبيرة إنه واحدة تدفعها مثلا، أو بنت يعني في وضعها المتواضع يدفعها. فقامت هي دخلت عبت بياناتها، لأنه هي بتفكر بالارتباط بأجنبي. عبت بياناتها وحطت رقمها الواتساب، لأنه هي مخصصة رقم واتساب مثلا للموقع هذا، على أساس إنه بيجي لها أي شخص بيكلمها مثلا زي العرب مثلا، وعلى أساس لو في زواج هي تتعرف عليه، تدرس شخصيته وتقول له إذا بيسلم ما بيسلمش، إيش وضعه بالضبط، وتشوف وتتوكل على الله. فطبعا يعني ما جالهاش ولا اتصال لعدة شهور، والله زي ما أقول لكم كذا، وتوريني التلفون ما جالها أي اتصال لشهور كثيرة، يعني اثنين بس اللي راسلوها، وحتى اللي راسلوها هذول واحد من باكستان ومدري إيش، والثاني حساب مزيف، حساب نيجيري مزيف على أساس إنه أجنبي، وانكشفت الحكاية. ف اللي دخلوا كلهم يكلموها داخل الموقع كانت بتشوف رسائلهم، إنه يعني يجي بكل ذوق وبأدب، تمام، عشان أوريكم المقارنة يعني، وما أتمنى ما حدش يزعل مني، بس هذا الواقع. يجي لكم بكل ذوق، ويجي لها بكل ذوق وأدب، إنه هل تسمحي لي أتكلم معاكي، هل تسمحي لي أتعرف عليكي في الموقع، وبعدين ممكن يعني نتواصل بالأرقام الشخصية، لأنه ناس يعني تربوا في بيئة يحترموا أنفسهم، يحترموا الآخر، يعني ما فيش الوساخة حق المواقع العربية والقذارة في التفكير العربي. مش حنقول الكل، ولكن للأسف الأغلب، الشباب هذه الأيام أصبحوا أي كلام في الأغلب، مش الكل. دائما يعني كلامهم إيجابي، ما فيش أحد قال لها مثلا أنت عمرك مدري إيش، أنت عجوز، أنت عازبة للآن، أنت معنسة، أنت مطلقة للآن، أنت مش عارف إيش، يلا واحد يقبلك. هذا فعلا بيحصل في المواقع العربية، وبالذات في اليمنية، يعني كمية متنمرين وقليلين أدب مش طبيعيين، تمام. يدخل على طول يدي يرسل صور إباحية مش كويسة، يعني هو موقع زواج، فمش فاهمة إيش العقليات المعفنة هذه تبعهم، عرفتوا؟ فأنا هنا هذا بشوف الأجنبي. طيب، الأجنبي الميزات حقه إنه هو بجانب إنه بيشتغل أعمال، يعني عدد ساعات الأعمال اللي بيشتغلوها أكثر من العربي أو اليمني، بيروح البيت بيساعد زوجته في الأعمال المنزلية. الأجنبي في حالة إنه عنده إجازة ولا شيء، إنسان بيستمتع بحياته، إنسان لا ينظر في الأغلب، لا ينظر للعمر،
هو لا ينظر لها أنها سلعة ومش عارف إيش، عادي ما عندوش مشكلة. تلاقي عمره 28 سنة ممكن يراسل واحدة عمرها 50 سنة أو 40 سنة، ما عندوش مشكلة. يدور حتى الشكل، يعني الكثير منهم بيراسلوها يقول لها أنا لا يهمني الشكل، يهمني القلب، يهمني الحب الحقيقي، الإنسان المخلص. لأنهم أساسا قد يعني قرفوا من الأشكال البنات اللي عندهم، أغلبيتهم يعني أي كلام. تحصلها تمشي مع 20 واحد في نفس الوقت، متزوجة هذا ومعاها البوي فريند هذا ومعاها 50,000 واحد، يعني بلاوي. عشان كذا انفصالاتهم كثيرة، أو بيصبحوا يخافوا كمان من الزواج. فلما بيشوف واحدة محترمة بيحب الشيء هذا أو بيحبوا الشيء هذا، عرفتوا؟ هذه ميزة الأجنبي. ميزة الأجنبي إنه ما فيش عنده عقدة الذكورة العربية، يعني هو يعمل أي شيء وهي لا، هي امرأة وهي من ضلع أعوج وهي مش عارف إيش عورة، وهي الله يعور عيونكم إن شاء الله. وهذه الأشياء كلها الذي دخلوا لنا هي من أديان وثنية ومن بلاوي سوداء، يعني عشان يفتنونا في الدين الإسلامي. ما فيش عندهم هذا الكلام. زائد أنه الإيجابية الأخرى في حال لا قدر الله أنه طلع إنسان سيء أو مش كويس أو ما إلى ذلك، في الدول الأوروبية القانون يحمي المرأة أكثر من الرجل. فممكن يعني مجرد أنه يهددك أو يعمل لك أي شيء واتصلتي بالشرطة بيجوا يعلقوه يعني، وممكن يدفع غرامة وحبس وبلاوي وبهذلة وحاجات كبيرة يعني. طيب العرب عندنا يدخل إذا البنت عازبة قال لها أنت عانس، إذا البنت طلقت، وهذه كلها أقدار رب العالمين، ما يجوز يعني هذا الشيء. بس هذول يعني أوريكم التفكير حقهم كيف. مطلقة، أنت مطلقة وما حد قبلك، ولو فيكي خير ما مش عارف إيش، ويبدأوا يدوا كلام وسخ وسب ولعن وقذارة وسفالة وقلة أدب وانحطاط مش طبيعي بدون سبب. يعني مثلا البنت تدخل الملف تبعها، قلت لي شكاوى كثير، شفت بلاوي أنا. يجي كذا يدخل يسب للسب، هواية السب، يعني متعرفش إيش مشكلته، يعني شاعر بنقص، عنده حالة نفسية، محبب محشش، الله أعلم. تمام. إذا هي أرملة قال لها ليش ترملتي؟ طيب، وعلى هذا المنوال. زائد أنه كثير منهم بالذات في اليمن جفاف عاطفي، لا يؤمنوا بالحب. هو يؤمن أنه يتزوج زي البهيمة، يعني واحدة لا يعرفها ولا يصرفها، يا صابت يا خابت، وبعدين تبدأ المشاكل الزوجية، وبعدين المشاكل بين الأهل، وبعدين أهله يضايقوها ومش عارف إيش، والموالات هذه كلها اللي إحنا عارفينها. فهذا اللي بيحصل يعني بالمجتمعات العربية للأسف. هذا اللي بيحصل. يعني إذا الزوج طلع كويس بتلاقي إنه الأهل تبعه ما في واحد أو واحدة ينغص عيشتك. تمام. زائد إنه عندنا مفهوم غلط للطاعة أو طاعة الوالدين. أصبح الكثير من الشباب والبنات يعني مشركين بالله بالوالدين هذولا. فيعني صاحبهما في الدنيا معروفة، ما قالش إنه تطيعهم في الظلم الناس وفي أذية الناس. وفي المنظومة الزواجية في الدول العربية يمكن إنه عادية أفضل من اليمن، لأنه بيستقلوا في بيت لحالهم. ومع ذلك تظل الحما هذه المريضة نفسيا، الذي تربت في مجتمع مريض نفسيا يشجع عليها تآذي الزوجة وما إلى ذلك، في الأغلب، ما بقولش الكل. أو تلاقي أحيانا العكس، أنه الزوجة هي إنسانة مسطولة ولا هبلة ولا في حالة نفسية، ولا تلاقي البنت مش متربية، ولا تلاقي مش عارف إيش. بس إحنا الفيديو هذا تبعنا على الشباب، بنتكلم للرد على الأخت اللي سألت. فأنا من وجهة نظري أول شيء اللي يحدد الزواج أنت بمن تتزوجي شخصيتك. إذا كانت شخصيتك من نوع الشخصيات الذي تحب يعني أنت مثلا إنسانة ما عندك شخصية إمعة وحتتحملي الهم والهرم والقرف مدى الحياة، تمام، تزوجي عربي. أوكي. أو إذا أنت عقليتك يعني عقلية عربية شرقية بحتة. أما إذا أنت إنسانة بدك تعيشي، وما حدش يزعل مني بس هذه الحقيقة، تريدي تعيشي حياة سعيدة، تريدي تعيشي جو رومانسي، تريدي شخص فعلا يحبك من قلبه، مع الاختلاف أنه في أجانب سيئين، ولكن على الأقل في هناك قانون يحميكي.
فتزوجي بشخص أجنبي. في مشاكل حتحصل ممكن للأولاد أو ما إلى ذلك، إنه المجتمع يعني مخيف، والمخدرات والسكر والبنات هذا كله في البداية. إذا ركزتي على بيئة أو اتفقتي أنت وزوجك إنه في حال يعني بلغ الطفل سن معين، ممكن تروحي دولة عربية لغاية ما يكبر، يتربى في مدارس عربية إسلامية أنت وزوجك، وبعدين لما يكبر على الله. أو إذا كان في الدولة الأجنبية هذه زي كندا مثلا، أمريكا أعتقد فيها مدارس إسلامية، ممكن مع رقابة يعني مكثفة على الأولاد. فأنا برأيي إنه الأجنبي لما يسلم بيكون أفضل بكثير، وبيدخل الإسلام يعني إسلام بجد، يعني مش زي المسلمين اللي عندنا بالبطاقة الشخصية توارثوا الإسلام. لا، بيدخل الإسلام لأنه عن قناعة بجد، يعني بيلتزموا أفضل من 100 مليون مسلم بالبطاقة الشخصية. فأنا هذا رأيي، وهذا اللي أنا حبيت أوصله للأخت هذه. تمام. أعرف إنه في شباب كثير حيزعلوا، ولكن يعني هذه يعني يقول لك أولاد الحرام ما خلوش الأولاد الحلال حاجة. فالكثير من الشباب شوهوا سمعة الشباب بشكل عام، إنه أصبح الحب عندهم تسلية أو وصول إلى غرض معين، أو اللعب بأعراض البنات الناس. أو مثلا عندنا فكرة سائدة في اليمن إنه البنت لو كلمته أو حبته يقول لك هذه بنت كذا كذا، مش محترمة. تمام. وهي زي ما تكلمني تكلم غيري على أساس إنه هو يعني ابن ناس، ما هو بيلعب بأعراض الناس. وصدقوني والله في النهاية هذول بيتورطوا مهما حرص يعني في اختيار الزوجة، آخرته لما يتورط على واحدة تلعب بأبو رفعات، ويمكن يعني شفناها بعيوننا والله. أقسم لكم بالله إنه تخونه أمام عينه وهي جنبه، وتخونه مع جاره، وتخونه مع صاحبه، يعني ما في شيء ما يسووش، يعني رب العالمين بيستقضي. فهذا اللي أنا بشوفه. حابة تعيشي، حابة إنه ما تشعريش إنك إنسانة غير مرغوب فيكي إلا بسن معين، حابة إنه تاخذي شخص يعني على الأقل يعني تتمسي وتتصبحي بشكل شخص يعني شكله بني آدم جنبك، مش تلاقي واحد خفاش ولا ضفدعة عندك في البيت يعني ماشية وكرشته قدامه ومصلع وحالته حالة وما يعرفش الرياضة هذه، وما يحلق ولا يتحمم ولا يعني، وياكل زي البهيمة، يعني أشياء مقرفة بصراحة. ولكن إذا جيتوا تشوفوا المواقع الأجنبية ما شاء الله، يعني تلاقي الشخص بعمر 40-50 سنة عنده لياقة أحسن من ابن 14 سنة وعضلات، والجيم هذا والنادي جزء من حياتهم، شكل لائق، لبس نظيف، حلاقة محترمة، يعني شيء يعني تحس إنك في بني آدم شكله كويس قدامك، يعني تتصبحي وتتمسي على وجهه. أما تتصبحي وتتمسي على وجه ربح، يعني استغفر الله العظيم، هم بيخيسوا بنفسهم وبس، لما يطلع عند أصحابه يتنظف ويتلمع ويعمل لك العطور ومش عارف إيش، عرفتوا؟ أو كرشته قدامه ومهملين في صحتهم، تلاقي عمره 30 سنة وشكله كأنه عمره يعني 70 سنة. فأنا هذا وجهة نظري، وأنا أحترم وجهات النظر الأخرى، ولكن أنا هذا السؤال انسأل لي أنا وحبيت أجاوب عليه في قناتي من خلال التجارب الحياتية، من خلال ما أشوف من الناس وتجارب الناس والأشياء التي بتوصلني. وأتمنى التوفيق لجميع البنات، وفي الأول في الأخير المهم هو الدين والخلق على ما بيقولوا، تعامل معاكي كيف بيتعامل معاكي بأخلاق ولا لا.